أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم في ملخص فيلم جديد. أترككم مع ملخص الفيلم والتعليق عليه. سلام. يبدأ الفيلم مع رهيب، البنت الكفيفة الغلبانة. الباب بيخبط، بتفتح الباب، مش عارفة مين اللي بيخبط. دخل عليها واحد اسمه أميد، واحد اسمه وسيم. كتفوها وربطوها واغتصبوها غصب عنها. رجع جوزها من بره، لقاها مربوطة في السرير ومرعوبة. عمال يحسس عليها وهو كمان كفيف. في ايه يا بنتي؟ في ايه اللي حصل؟ مش عارفة تتكلم لأنها مربوطة. شال من على بقها الإشارب، انهارت وقعدت تعيط وحكت له. خدها وراح الشرطة عشان يجيب حقها. طبعا مفيش حق يا باشا، البت كفيفة هتعرف الناس ازاي؟ ضابط الشرطة مش عارف يوصل لحاجة. قال لهم روحوا الأول اعملوا كشف طبي. لقى عربية واقفة قدامهم، خدوهم وقعدوا يطحنوا فيهم ويضربوهم. اتنين ما بيشوفوش ورموهم كمان في المية. اتعذبوا جدا لحد ما لقوا بعض والشتا نازل. راحوا للدكتور، الدكتور قعد يتكلم معاهم، قال لهم يا جماعة مفيش فايدة. والظابط قال لهم فات 24 ساعة واللي كنا شاكين فيهم سيبناهم. قضيتكم خسرانة خسرانة. رهان هيتجنن، بيقول ازاي الناس تعدي بالمصيبة اللي حصلت دي، ولا احنا عشان عومي. مراته عمالة تحضر له الأكل وهو حزين مش عايز ياكل. هي حست إن هو خلاص بالنسبة له المسألة بقت صعبة جدا، مش قادر يتقبلها في حياته. قالت له سيبني يا رهان، أنا هقابل وأواجه مصيري، بس أنا ماليش ذنب. راح شغله مش قادر يركز، عمال يبكي ويعيط. الموضوع مأثر عليه جامد، بس مش عارف يعمل ايه. رجع البيت يعتذر لمراته وهو قاعد مش بيندع عليها، بيبص لقى رجليها جنبه، لقى المعلمة متعلقة ومشنوقة. المعلمة انتحرت عشان تخلص من حياتها. راح لواحد سياسي كبير بيعزيه في موت مراته. قال له يا رهان انسى اللي فات، انا اخو ميت اللي جه واغتصب مراتك، وانا رجل قانون ومش عايز كلام ولا سلام. الموضوع انتهى واخرس. في الوقت ده كان أميت قبل ما تنتحر راح اغتصبها تاني، الله يخرب بيته. البت بسببه انتحرت. راح المعلم رهان للشرطة يقول لهم مراتي انتحرت بسبب اغتصاب للمرة التانية. الشرطة قال له يا ابني ما لو عايز تنتحر كانت انتحرت من المرة الأولى، كلامك مش منطقي. أنا آسف. بيدور تحت السرير صدفة، لقى ورقة مذكرة كانت كاتباها الأبلة أو ورقة كاتباها. عرف منها اللي حصل كله. الغل كل قلبه، قال لازم انتقم منهم ولاد الكلاب دول، بس انتقم منهم ازاي وانا مش شايفهم؟ اعمل انا ايه؟ قعد المعلم يفكر عشان يقرر هيمشي في المصيبة دي ازاي. هو بيعرف يقلد الأصوات. بدأت من هنا خطته الجميلة. بدأ يقلد بقى صوت السياسي الكبير وصوت أميد وصوت وسيم، ركز معاهم جدا عشان يحفظهم. اتصل بالتليفون بالراجل السياسي وقال لهم اقبضوا على الواد وسيم اخو صاحب اخويا اميد. فعلا قبضوا عليه، واتصل باخت وسيم وقال لها انا اميد وعايز اقابلك. ابوها خد التليفون قال لها اميد مين؟ تتصلش هنا تاني يا ابن الكلب، يا اما هقطع رقبتك اعوذ بالله. جاي بيخبط على الباب ضربه بالقلم. قال له يا عم انا ما اتكلمتش. قال له يا تغور من هنا، انا لسه رد عليك في التليفون من شويه. اتصل تاني المعلم رهان وعمل صوت أميد وخد ميعاد من أخت وسيم. وأبوها قاعد في البيت، قام جاي متصل بيه تاني ده وقال له خلي بالك أميد بيقابل بنتك. راح لقاهم مع بعض فعلا. قال له أنت ما سمعتش الكلام وبرضه بتقابلها من ورايا؟ ومسك له سكينة. البت جريت، أميد مسك إيده وخبط السكينة في جنبه وخلص عليه. وبكده المعلم خلص من صداقة وسيم لأميد وبقوا أعداء لبعض. الدنيا خير. بتروح سوبر ماركت بقى يشتري كرات حديدية وشيبسي، عايز اكل شيبسي ده ولا ايه؟ واتصل بوسيم وحدد معاه ميعاد وراح له وطفى النور وقعد يضرب فيه حتتك باتتك، اداله علقة متينة.
لكن الواد وسيم برضه ذكي، عارف خطوته من صوت الشيبس اللي تحت رجليه. وقف مكانه، ادي النور تاني. كده المعلم هيقدر يشوفه ويخلص اللي قضى واللي مضى منه. قعد يضرب فيه ويطحن فيه بعد اللي عمله فيه، لكن الواد رهان جري عليه ومسكه وخنقه، وقدر بحركة لولبية يشنقه ويرميه من فوق، ورمى على كتفه منديل مكتوب عليه أميت. جت الشرطة قالت يبقى أميت اللي قتله. راحوا عشان يقبضوا عليه. جه الراجل السياسي اللي هو أخوه قال لهم بقول لكم إيه، أنا هنا رجل القانون في الدولة، ابعدوا عن أخويا أحسن لكم يا إما هنقلك ياض. هنا رهان دماغه بتلف، قال لازم أكمل اللي أنا عملته، واتصل بأميت وحدد معاه ميعاد في مخزن، وراح يستناه وماسك عصاية شومة يعني. هو داخل خبطه على دماغه، بس كان أميت المجنون لابس خوذة ما أثرتش فيه. هنا مسكه قعد يتخانق معاه وضربه. صراحة أميت اداله علقة متينة، الواد كفيف ماهوش شايف حاجة، خبطه خبطة شديدة وقع على الأرض، لكن رهان مش راضي يستسلم بسهولة. والمعلم أميت قلع الجزمة فريحة شرابه فاحت. من ريحة شرابه الواد رهان عرف هو فين، وخبطه خبطة جامدة بالشومة على دماغه. قدر يظبطه، قام جاي متصل بأخوه السياسي قال له تعالى الحق أخوك في المخزن بيموت، وقعد يكتم في بقه وهو بيكلمه. طبعا أخوه هيروح له مش هيسيبه. في الوقت ده المعلم رهان حط شمعة وخرم كل براميل البنزين اللي في المكان. طبعا الخطة دي معروفة. ايه اللي يحصل؟ المعلم رايح اللي هو السياسي بيخبط الدنيا كده وبيخبط برجليه، هوب قامت جاية الشمعة واقعة مولعة في المكان فجرته. كده أميت مات ووسيم مات اللي اغتصبوا مراته. الشرطة هنا بدأت تدور وتفكر ايه اللي بيحصل ده، والمكالمات اللي كانت بتجيلهم دي بتجيلهم منين. لما الضابط لقى المعلم رهان بيقلد صوت أبو الواد عشان يجيب له أجازة من المدرسة، وبدأ يعرف الأماكن بتاعت الصوت دي فين، وعرف إنها من محل عمومي. فعلا بدأت الشرطة تبحث وتوصل لأول الخيط اللي يعرفهم بالمجرم اللي قتل الاتنين دول، اللي هو أصلا مش مجرم. واتصل بصاحب المحل قال في واحد هنا بيجي يقف يتصل من المكان ده كل فترة. هنا عرفوا بدأوا يحددوا شخصيته. وطبعا ضابط الشرطة ما بيسكتش، فضل يعمل مكالمات واتصالاته. ورهان برضه مش هيسيب الموضوع بسهولة، قال لصاحبه أنا لازم أروح للسياسي ده أخلص عليه، وعمل دخان بالموتوسيكل كده عشان يغطي عليهم. وفعلا اتصل بيه وقال له أنا اللي قتلت أخوك، وحدد معاه ميعاد في مكان مهجور. هنا حارس شخصي رايح يجري ورا رهان قدر يوقعه من فوق من الأسانسير وقتله، وقعد يضرب في المعلم السياسي وربط نفسه كده بجنش بالحزام بحبل جامد جدا، ورمى نفسه من فوق المبنى. طبعا السياسي وقع لأنه كان في إيده، وهو مربوط قدر يطلع وينجو بحياته. راح الشرطي هنا بقى لصاحب المحل عشان يوريه صورة رهان يقول له هو ده ولا لا، لكن المفاجأة إن صاحب المحل كفيف. وبكده ماتت معالم القصة كلها، وقدر رهان ينتقم من اللي عمله كده في مراته. دي كانت نهاية الفيلم. أرجو الاستمتاع بملخص الفيلم والتعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. باي يا بشر.